والابن القدوس واحد هو الروح القدس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب لان رحمته ثبتت على أين وحق الرب يدوم إلى الأبد أمين. هللويا. بدريك أيوب عريض نماتيش كنهوي كستوسي ونستوسي كونن آمين. Afshiptinero vaftes oeron afti tumentin shariatai unusai unsofon martubusinti fariron bai safain notiron tebenon khenirin even gibi bantokrator bshoise benno oti Ebrosa fexasti نشكرك على كل حال ونرجو كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنت حفظتنا وقبلتنا إليك وشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. نطلب لك يرحمنا الله وترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليك صلاة وطلبات قديس المنون صلانا في كل حين واجعلنا المستحقين أن نتناول هذه الأسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا. تكمت أغاسوس بميرومي سنان سرنجو كفولن بايكا سفاين نوتيرون تبنون خينين بنم تكوتي كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومورة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا نيزس نانيف نمنيتون جسوك تلبشيشنان يهوم اجم نهوف نمنيت شيلي نم اجم تقوم ترسم تبقاجي عبيدك يا رب خدام هذا اليوم شمامسة والشعب وضعف يكون محارم في الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. الكنيسة وقدس الثالوث القدوس وتقاتل الشهداء إذا كان قدس عن قدس كريم وقدس الثالوث ومن أنفاس هذا المستوى عشرة المجتمعين عليهم ومسيحيين شرمانية وغير كذا
Yeshua Maria Eben Shoy Sarim Nanim Biko Evolente Novi Etende Perez Veyante Shashvim Arshi Angelos Nimni Tagma Imhora Neone Shoy Sarim Nanim Biko Evolente Novi بولس رسول من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا بركاته علينا آمين. أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية لموته حتى كما أقيم المسيح من بين الأموات بمجد الآب كذلك نسلك نحن أيضا في جدة الحياة لأنه إن كنا قد اشتركنا معه بالغرس بشبه موته نصير أيضا بقيامته عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية
كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من بين الأموات لا يموت أيضا، ولا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا على الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكنا الخطية في جسدكم المات لتطيعوها في شهواته، ولا تقيموا أعضاءكم الساعة ثم للخطية، بل أقيموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم الساعة من بر الله. فإن الخطية لن تسود عليكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. فماذا إذن؟ أنخطئ أننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ حاشا! ألستم تعلمون أن الذي تقيمون أنفسكم له عبيدا لطاعتي؟ أنتم عبيد لمن تطيعونه، أما للخطية للموت، وأما للطاعة للبر. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا آبائي وأخوتي آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركاته علينا آمين. وأما أنتم فلكم أيضا مسحة من القدوس، وتعلمون كل شيء. لم أكتب إليكم لأنكم لستم تعلمون الحق، بل لأنكم تعرفونه، وإن كل كذاب ليس هو من الحق. ومن هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح. هذا هو ضد المسيح. الذي ينكر الآب ينكر الابن أيضا، وكل من ينكر الابن فليس له الآب أيضا، ومن يعترف بالابن فله الآب أيضا. أما أنتم أيضا فما سمعتموه من البدء فليثبت فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن والآب. وهذا هو الوعد الذي وعدنا هو به للحياة الأبدية. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد. آمين. سلام لك يا فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا آمين. وأما شاول فكان يضطهد الكنيسة، وهو يدخل البيوت ويجري رجالا ونساء ويسلمهم من السجن. أما الذين تشاءوا كانوا يجلبون مبشرين بالكلمة. فانحدر بولس إلى مدينة من السامرية وكان يكرز بالمسيح، وكان الجمع يصغون بنفس واحدة لما يقولوا فيلبس عن استماعهم ونظرهم للآيات التي كان يصنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخا بصوت عظيم، وكثيرين من المفلوجين والعرج كان يشفيهم. فكان فرحا عظيما في تلك المدينة. وكان قبل في تلك المدينة رجل اسمه سيمون سيستعمل السحر ويدهش كل الشعب السامري وقائلا أنا عظيم. وكان الجميع يصغون إليه من كبارهم إلى صغارهم قائلين هذا هو قوة الله العظيمة. وكان الجميع يصغون إليه لأنه قام بينهم زمانا طويلا يغطي الأسحار. ولكن لما آمنوا إذا بشرهم فيلبس بملكوت الله باسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. وسيمون أيضا نفسه آمن، ولما اعتمد كان يلزمه فيلبس
وإذا رأى آيات وقوات عظيمة تجري على يديه اندهشوا. لم تزل كلمة الرب وتنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعته المقدسة. آمين. اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر المبارك، أحسن الله على استقبالكم مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب لإخوة الجميع. آمين. تحتفل الكنيسة اليوم بأحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى، وهو عيد عرس قانا الجليل الذي تمت فيه الآية الأولى التي صنعها الرب يسوع المسيح وأظهر بها مجده وقدرته على كل شيء، وبسببها آمن به تلاميذه وانفتح للآخرين باب الإيمان، وذلك أن الرب قام بتحويل الماء إلى خمر، وبحضوره في العرس بارك سر الزواج الذي رسمه في كنيسته وجعله سرا مقدسا، كما تأيد ذلك فيما بعد من قول معلمنا القديس بولس الرسول عنه: هذا السر عظيم وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان. ورغم أن السيد المسيح قام بتحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل حسب عوائد اليهود، إلا أنه يحذرنا من السكر بقوله أنه يعاقب من يأكل ويشرب مع السكارى. وحذرنا معلمنا القديس بولس الرسول من السكر بالخمر بقوله: لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة. ونهانا عن مخالطة السكارى ومؤاكلتهم. أما سليمان الحكيم فأعطى الويل للمتعاطين الخمر بقوله: لمن الويل؟ لمن الشقاوة للذين يدمرون الخمر. بركة ربنا يسوع المسيح الحالة في عرس قانا الجليل تحل علينا وعلى بيوتنا وتباركنا بكل بركة روحية. آمين. وفيه أيضا من سنة 20 للشهداء، سنة 304 ميلادية، استشهدت أميرة الشهداء المصريات القديسة دميانة العفيفة ابنة مرقس والي البرولوس والزعفران ووادي السسبيان. ولدت دميانة في أواخر القرن الثالث الميلادي، فرباها أبوها تربية مسيحية حقيقية، فلما كبرت عزمت أن تعيش حياة البتولية، فوافقها والدها على ذلك وبنى لها قصرا لتعيش فيه مع 40 عذراء كن يقضين أوقاتهن في الصلاة في الصوم والصلاة وقراءة الكتب المقدسة. وسمعت دميانة يوما ما أن الملك دقلديانوس أرغم والده على التبخير للأوثان، فحزنت كثيرا، ثم صلت وهي والعذارى من أجل والدها، وقامت وذهبت إليه وعاتبته قائلة: كنت أود أن أسمع خبر انتقالك إلى الفردوس من أن أسمع أنك قد تركت إيمانك. فندم أبوها وقام وذهب إلى الإمبراطور واعترف أمامه بالسيد المسيح، فحاول الإمبراطور بالملاطفة أو يثنيه عن إيمانه بسبب محبته له، ولكنه رفض، فأمر بقطع رأسه ونال إكليل الشهادة. ولما علم الملك بأن دميانة ابنة مرقس هي السبب في ذلك أرسل إليها قائدا ومعه 100 جندي لكي يجبرها على إنكار إيمانها، فانتهرتها متمسكة بإيمانها، فعذبها كثيرا بكل أنواع العذاب، وكان الرب يقويها ويقيمها سالمة. أخيرا قطع رأسها مع 40 عذراء، واستشهدت مع 400 آخرين، ونالوا جميعا إكليل الشهادة. بركة صلاتهم فلتكن معنا. آمين. وفيه أيضا تنيح القديس سأوفيلوس الراهب، وهو ابن وحيد لأحد أمراء جزائر روما، جاء إلى مصر طالبا الرهبنة، فذهب إلى دير الزجاج بالقرب من الإسكندرية، فاستقبله القديس بؤتر رئيس الدير، وبعد أن اختبره ألبسه اسكيم الرهبنة. وبعد 10 سنوات جاء جنود من قبل أبيه وأخذوه رغما عنه إلى قصر أبيه، ولما وصل إلى هناك فرح به أبوه فوعظه في لبس ليهتم بخلاص نفسه، موضحا له زوال العالم،
فأثر الكلام في قلبه حتى أنه نزع التاج عن رأسه تاركا الملك لأخيه، وذهب هو والقديس سأوفيلوس إلى دير الزجاج وترهب هناك. أما والدة القديس فقد ترهبت بدير الراهبات، وقد عاش الجميع بالنسك والعبادة وعمل الفضائل إلى آخر أيامهم. ولما أكمل القديس سأوفيلوس جهاده الصالح تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب ارحم. أيضا يا سيدنا كل الذين آمنونا ورسلنا نسكن في السماء وتتبعت التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب لهم مرضى اشفيهم، لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ومكاننا كلنا وشفاءنا كلنا وقيامتنا هللويا هللويا. يسوع المسيح ابن الله جميع حواء هللويا
om så skrev det också en tokata och någon sån av osma. قفوا بخوف أمام الله وانصتوا سماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته لا جميع Sjoj så benåt om en sitter och benår och terren så för Kristus beskrivet on khabi on afsha ini hintin och har benåt TV. زوكساسي من مزامير وتراتي أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا آمين. أنت هو الله صانع العجائب، أظهرت في الشعوب قوتك، خلصت بذراعك شعبك، أبصرتك المياه يا الله ففزعت. مبارك الآتي باسم الرب، ربنا ولعنا وخلصنا يسوع ابن الله الحي، له المجد الدائم إلى الآباء آمين. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، ودعا أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. فقال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعدين. قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوا. وكانت 6 أجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود، يسع كل واحد 2 أو 3. قال لهم يسوع املأوا الأجران ماء، فملأوها إلى فوق. ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكئين. فقدموا فلما ذاق رئيس المتكئ الماء المتحول خمرا، ولم يكن يعلم من أين هي، لكن الخدام الذين قد ملأوا الماء كانوا يعملون. فدعا رئيس المتكئ العريس وقال له كل إنسان إنما يضع الخمر الجيد أولا، ومتى سكروا فحينئذ يقدمون الدون. أما أنت فقد حفظت الخمر الجيد إلى الآن. هذه هي الآية الأولى التي فعلها يسوع في قانا الجليل، وظهر مجده فآمن به تلاميذه. والمجد لله دائما. Gentil non
Shirinen Bibnema Esrowana Biltiyasin Ostin Movet Nune En Sofia Theoproskomin, Kyria Laison, Ken Omesmi. يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي ابنك الوحيد الجنس ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام التي من السماوات، هذه التي عساكرك يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسار. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة موت غير ميت السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرزق، كيفوا بالعادتين وعلى الشرق انظروا ناصر بشفاعة والدة الإله القديسة مريم، يا ربنا إننا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح
سيد رب الحق كان قبل الدور والملك إلى الأبد الساكن في العالي والناظر المتواضع الذي خلق السماوات والبحر وكل ما فيها أبو ربنا خلص يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الذي يقف أمام الملائكة ورؤساء الملك والرؤسات والسلطات والكراسي والربيات والقوة وإلى الشرق أنت والذي يقف حولك الشاربين الممتلئون أعين والسرافين ذو 6 أجنحة يسبحون بالدم بغير سكوت قائلين قدوس بالحقيقة يا ربنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خلفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ولو فينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك وضعملت حتى ندم بك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا جلوس في الظلم وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص ونمنا بالميلاد الفرقاني من الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا طهارا بروحك القدوس هذا الذي حب خاصة الذين في العالم وسلم ذاته فداء عن الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا مسكين به مبين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم عن طريق الصليب الثالث وصعد السماء وجلس عن يمينك والأبر سماء للمجازى هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكون بالعدل ويعطي كل واحد وواحد كنحو أعماله رحمتك يا رب وليس التقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحياتين نؤمن أن هذا هو بالحقيقة نظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكرا وباركها وقدسه القديسين وتعالى قال خذوا كلوا منه كلكم هذا جسدي الذي يقسم عنكم عن كثير وتعالى مغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري هذا هو بالحقيقة
وهكذا الكأس أيضا بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشكر وباركها وقدسها. وأيضا نؤمن ونعترف ونبارك. وأعطى أيضا لتلاميذ القديس قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن آجي. آمين 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 بموتك رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. فيما نحن أيضا نصنع ذكر ألم مقدس وقيامة بين الموت وصعود السماء جلوس على يمينك يوناب وزور السنات من السماوات المخوف الممنوع مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ويجب كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعداء نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك. وراس خمينا آمين. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا لمغفرة الخطايا أبدية لمن يتناول منه. جعلنا مستحقين كل سيدنا وكل حد تعالى نفوسنا وسادنا وارواحنا لكن نكون جسدا واحدا نوحا واحدا ويجد نصيبا ونصرا مع جميع القديسين الذين ولدوا كنز البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الوحيدة وحده مقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام كنيسة الله الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يا رب الذي التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي مساك حفظ بسان كل ساق فرزقنا فيه واذكر باطلنا البابا المعظم نبات ودوس السنة وشريك في قدرة الروسية بالنسخ في المكرم الأنبا غابيون. صلوا من رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تدرس الثاني بابا وبدرك ورئيس أساقف المدينة العظمى الإسكندرية وشاركه في الخدمة المسؤولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا غابيوس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب والذين يفسرون مكرمة الحق باستقامة بما على بياتك المقدسة وقدم السلام نشكر يا رب القوم نصر خصوص الرسوكسين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والكسوس والشمامسة والإبوزياقونيين
و7 أغمار كنيسة الله. وكل الخدام وكل الذين في البتول وطهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله والآب ضابط اذكر يا رب خلاص هذا الموضوع المقدس الذي يكون موضوع كل ذات آبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. والساكنين فيها بإيمان الله تفضل يا رب زور والعشور المتحقق في هذه السنة باركها. اطلبوا من هذه السنة يبارك المسيح ويكون الموت سنة تحكم بصورة عظيمة وتحنن على أولاده كذا صنع يده يغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. سعدك مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض روح تكسر أسمار عدى لزر وحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك لي لسه مصرعك من أجل فقراء شعبك من أجل اليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نجلوك ونطلب اسمك القدوس لأن كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطي طعم في حين حسن اسمع وانا حسب صلاك وطعم طعام لكل جسم قلوبنا فرحا ونائم لكي نحن أيضا نزل في كل شيء نزداد في كل عمل صالح يا رب قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم وأعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين في تذكار قديسيك تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء بين الأطهار وأسائل الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كانوا في مراكز القديس المولود العذراء كل حين القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا الصالح والصالح والقديس نفس رئيس الشمس والشهداء والنازل والرسل والسلطان والشهيد والبطريرك القديس ساولوس والسكولوس والقديس سنوس والقديس والخاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا المعزى والقديس سودوسيوس والقديس سوفيروس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلس والقديس باسيلوس والقديس سمعت ولي القدس والصالح والقدس والرسالماني والثلاثة والعشر المجتمعين بين المسيح بمدينة القسطنطينية بأفسس وقال الصديق العظيم بكل نصر بارنا بولس الأسلام ومقالة القديسين وجمع أولادهم والباس الصليب وأبانا بين زوج موسى وأبانا بالبشير والرجل كان حبيب مخلصنا الصالح وأبانا بمن التماس والميز وسيدنا القديسين والكسوس والدماديوس والتسع والنشيد والشوشي والقديس الموسى والنسكان والقديس وأبانا بدنكم موسى والنسوس والقديس وأبانا بالخمر بالشرق والدرس الميز وأبانا بالشروط والدرس المتعدين وبرسة الميز وأبانا بابا ومسقط الفيم والجيزة والقمص من خير بحرة الميز والقديس العظيم البابا كلوس السادس والرشيديق الحبيب الجيس وأبانا القديس القمص وشي كامل وأبانا القديس الرب يسوس ودون كل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسناتهم وتلباتهم ارحمنا كلنا وقزنا اسمك القدوس الذي دعا علينا. القارئون فليقولوا أسماء بين البطارك الذين رفضوا الرب يريح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.
صارت الأحياء الأورشليم السوية في ذلك الوقت ونحن أيضا غرباء في هذا العالم نحن سبحانك ونعم لنا بسلامك إلى التمام. في كل شيء كريم مبارك ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس إيريني باسي وأيضا فلنشكر الله ضابط الكل بربنا كل يسوع المسيح لأنه جعل نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا فوق ونخدم اسمه القدوس. وأيضا فلنسأل جعلنا مستحقين لشركة وصول أسرار غير المائتة. قد ظهر الرعب وبشروا بمنادي العجيب فأتوا ونظروا كرياليسون كرياليسون يا رب الذي رأى المجوس نجمه فأتوا وسجدوا له وقدموا له هدايا الذي أتى إلى أرض مصر ثم عاد وسكن في ناصرة الجليل الذين ما قليلا بشبه البشر بغير خطية وحده الذي أتى إلى الأرض واعتمد من يوحنا الصابئ